يا راعى البيوت اللي تغنوا بها الركبة كثر ما تغنيها وغيرك يهجرها. أنا موقفك بس التفلانة ولا فلان ولا ظلها تخفاك من شان بينها. ابشروا بالحضور اللي يهز المكان وابشروا قبلها بالوقفة اللي تساوي وابشروا قبلها بالوقفة اللي تساوي. النجم مشاري الرشيدي الذي تميز بين شعراء جيله بأسلوبه المتفرد بسلاسة اللفظ والتركيب وقوة الحضور المسرحي. يلا بظنر ما يخيب فكرني يزيد الطيب الطيب في قافني عز الصحيح يا لزمني ما لزم كان لي تعرضون العلوم ما غير ستر الله يدوم نجم صطع بين النجوم كان نحكم الله ونجم كان اصيل الواجب وجب الشعر ديوان العرب لا يقتلون الا الذهب والصيص الاغي واستلم حرب صوتك للبلاء اكيد ولا غلا ولا عدم ولا خلا ولا خلا مشاعر مفروض ندعي له وندعي عليه، ندعي له انه يعيش وندعي انه يموت. ان عاش عاش بشر بعزك وما يحتويه، وان مات جاعد بصوته المطالق صوت. بخرة حينية محزن ربوعك لي دارت راحاها فيكي تفخر عبسية تلقى المحية باسمك الامجادي وفعولك تباها سيرتك تبقى على الامجاد ضيا وقفتك بالطيب ما يلحق مداها وقفتك بالطيب ما يلحق مداها. يا عواتم شاري عزيزة وغالي ومعدود الغالي للنور وجهه ما علن اسفره شاعر متفرد ولا على الشعار زود وانت تميز في قصيده وطرقه وبحره. شروع مشاري ولد سرحد سعد العضيد سيف القبيله نهار الضيق وسانها احيانا متعلم وفهم وفكره رشيد واحيانا في راسه الدنيا وشيطانها. قم يا مشاري ولا على الساحه حريق الليل توه والطوارق حمى قصي. يا مشاري لا توصيني داوك واجبنا نربيها في حفل عبسه للقنا والخير. يا مشاري طلاق النكف وحموي بيض الله وجهه كفر موته. مدحتك فرض ما هي دافع معنوي بيت والله ما يضري مدح وفوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميع وأتشرف بتواجدي معكم في سناب لايف عبس، وأشكر الإعلامي فهد الرشيدي القائم على هذا الحساب اللي شرفني بالاستضافة، وأتمنى أن أقدم ما يليق بكم ويرضيكم وأنتظر أسئلتكم. تحياتي. الله يعطيكم العافية على التفاعل، شرفتوني علم الله. عندي الأسئلة كثيرة. هنا سؤال يقول: من هو أفضل شاعر من نظر مشاري؟ أنا أقول أفضل شاعر هو من يحترم الشعر فقط. طبعا صحيح، وقعت مع شركة صوتية لديواني الصوتي الثالث وهي مؤسسة صوت النجوم الإعلامية، اللي يقول أكثر حساباتي للقبيلة. الشاعر اللي ما هو الربعه ما في خير أول شيء، وهذا فخر ما هو قصور كل القبائل. من ناحية عنصرية ما هي عنصرية، العنصرية أنك تمدح نفسك وتسب الآخرين. الإعلام المرئي ما ظلمني، متواجد في الإعلام المرئي بشكل مستمر. قدوتي في الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصديق المقرب لي كثير أصدقاء، لكن أنا صديق نفسي. من ناحية ديوان الصوتي الثالث راح ينزل عن قريب إن شاء الله، والداعم رجل الأعمال لافي علي رشيدي. اللي يقول هل لك منافس في الشعر العربي الفصيح؟ أكيد لا، لأني شاعر نبط ماني شاعر فصيح. القصيدة اللي كتبت للوالدة الله يطول بعمرها ما هي حزينة في قلب الأم كثر ما هي حزينة عندي أنا، أن الشعر ما يرضي الأم ولا الأب، وأكبر من الشعر الوالدين. وبالوالدين إحسان. لابد من التضحية في الحياة طبعا. الشخص الذي يريد النجاح يضحي. اللي يسأل يقول قصائدك الغزلية من واقع أو من نسج خيال؟ لا، من واقع
طبعا. أكيد أن الشاعر له حق أنه يطلب مبلغ مالي تجاه بعض الحفلات أو أكثر الحفلات، فهذا من حقه ويستاهل. من ناحية الوظيفة أنا ماني موظف، خريج جامعة حائل لغة إنجليزية، والله يكتب التوفيق. تكريم قبيلتي أو جمهوري، تكريم قبيلتي وجمهوري محبتهم لي تكفيني. بإذن الله راح أكون أول مشاركين في حفل تكريم الشاعر الكبير عيد مربح، وسبق أن تشرفت بدعوة واتصال من إخواني أعضاء لجنة حفل التكريم المقام تحت رعاية رابطة عبس العالمية، وأبو غريب يستاهل التكريم وأنا أول حضور وأول مشاركين. أولا أرحب بأخوي الكبير فراج العربيد، وأرحب يا أبو زبن. من ناحية إنجازات فراج أكبر من أني أتكلم عنها يحكيها التاريخ. من ناحية مشاركتي في الملتقى الرابع ملتقى الرشايدة، طبعا مشارك، ترقبوا اللي يرضيكم. اللي يسأل عن أفضل شيء سمعتها في الوقت الحالي لأخوي حمود الشاطري، اثبت. الجديد والحصري لكم يقول اللي على دربي من العامة يمشون تعبوا وراي وحطوا العيب فيني، قالوا وانا ما همني ما يقولون، اللي على انفسهم وهم مستحيني. حزب الخميني غير عن حزب شارون، ما شد من شارون غير الخميني، يخطون واقبل عذرهم قبل يخطون، من دافع التقدير بيني وبيني، لا رح تعاتبهم على ما يسوون، أطيح من عيني ونكبر بعيني، أشوفهم يجعلهم ما يشوفون، أطيبهم اللي غبت ما يحتميني، الله يكون بعون من حطهم عون، إن كان ما ضروا ما هم نافعيني، ما والله انخاهم ولا أقول تكفون، حتى لو أن الفقر يلوي يميني، يدرون ويني مير ما تقلق يدرون، أنا بدون أقول يدرون ويني، إن كان فيهم خير يمي يطيرون، أشوف من يقدر يطير ويجيني، لهان تقديري على اللاش ما هون، كرامتي لا باعني تشتريني، أكون لين يغيب راسي عن الكون، ما أطيح من عيني ولا أصغر من عيني. وقفتي لا بدال شرب ابو جواب، تكسر اشناطي ما تصل مواصيلها، تصاغر بعيني ناطحات السحاب، عندي شرها ربعي لسرجت خيلها.